تخيل الفلوس اللي في جيبك دلوقتي ممكن تكون لمست ايد قاتل او تاجر مخدرات وتيجي لحد عندك وهي لابسه بدله شيك وريحه برفان غاليه. الدم بيتغسل والفلوس بتبيض. باختصار احنا عايشين في مغسله، بس السطر الاخير في القصه احنا اللي بندفع الثمن. تخيل معايا في اب بيشتغل شغل شريف، كل يوم يصحى بدري يركب مواصلتين يشتغل 12 ساعه عشان يرجع اخر اليوم ب 200 جنيه بس، وجنبه في نفس الحاره شاب في العشرينات ما فتحش كتاب في حياته، في سنه واحده بس ركب عربيه ب5 مليون جنيه واشترى شقه، وكل ده كاش. والسؤال اللي بيقتل، الفلوس دي جت منين؟ في اقتصاد الظل وفي عالم موازي في حاجه اسمها غسيل الاموال، وصدقني ده مش مجرد مصطلح قانوني، دي صناعه كامله، مليارات بتتغسل كل سنه وفي النص دم وجوع وخراب. خلينا نرجع لكولومبيا في الثمانينات، بلد البن والجبال الخضراء واكبر سوق للكوكايين في العالم. بابلو اسكوبار الراجل اللي بدأ حياته بياع بسيط وانتهى بيكسب 420 مليون دولار في الاسبوع الواحد. تفتكر المشكله كانت في بيع المخدرات؟ ابدا، المشكله الحقيقيه كانت انه مش قادر يصرف الفلوس. اسكوبار كان بيخزن ملايين الدولارات في مخازن وارضيات بيوت، لدرجه ان الفيران كانت بتاكل من الفلوس دي قيمه 2 مليون دولار سنويا. وهنا اسكوبار قرر انه يغسل الفلوس، استثمر في شركات عقارات ومزارع حتى الطيارات، وكمان تبرعات لفرق الكوره. الفلوس القذره بتدخل وتخرج نظيفه وكانها ارباح مشروع. لكن هنا الصدمه، اموال بابلو كانت تمثل لوحدها 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي لكولومبيا وقتها، يعني اقتصاد بلد كامل كان بيتحرك بفلوس دم ومخدرات. غسيل الاموال مش بس قصه عصابه، ده اقتصاد موازي عالمي. الأمم المتحدة بتقول حجم الأموال اللي بتتغسل سنويا بيوصل ل 2 تريليون دولار، يعني أكتر من الناتج المحلي لاقتصاد بحجم إيطاليا. البنك الدولي بيقدر إن من 2 ل 5% من الاقتصاد العالمي بيجي من فلوس مغسولة. قضايا غسيل الأموال قضايا كتير، وتعال نبص على بعض القضايا. قبل التسعينات بنك BCCI كان بيغسل أموال عصابات وكمان تجار مخدرات وحتى أجهزة الاستخبارات. حجم الفلوس كان أكتر من 23 مليار دولار. دويتشه بانك واحد من أعرق البنوك الألمانية اتغرم 700 مليون دولار سنة 2017 بعد ما اكتشف إنه غسل مليارات من روسيا. حتى العملات الرقمية دخلت اللعبة. في 2022 تم غسل ما قيمته 8.6 مليار دولار عبر الكريبتو. طرق غسيل الأموال بتتطور لحظة بلحظة، شراء لوحات فنية بملايين، الاستثمار في أبراج سكنية فاخرة بدون أسماء واضحة للمالكين، فتح شركات وهمية في جزر صغيرة ما فيهاش قوانين صارمة. ولأن غسيل الأموال أزمة اقتصادية كبيرة، صندوق النقد الدولي قرر إن هو يواجهها. الصندوق مش بس بيدي قروض، ده كمان بيراقب الأنظمة المالية عشان يتأكد إنها قادرة تواجه غسيل الأموال وكمان تمويل الإرهاب. وكل ده إزاي؟ 1. تقييمات مالية، بيراجع قوانين وأنظمة البنوك وكمان الشركات. 2. تدريبات الحكومات، بيعلمهم يكتشفوا ويوقفوا العمليات دي. 3. مشاريع خاصة زي تقرير بنما في 2024 اللي ركز على تسجيل المالكين الحقيقيين للشركات. 4. استراتيجية متجددة، آخر مراجعة في 2023 ركزوا على إن الجرائم المالية ليها تأثير اقتصادي ضخم على الدول، مش بس على البنوك. مش بس صندوق النقد الدولي هو اللي بيواجه، كمان مجموعة العمل المالي FATF اتأسست سنة 1989 وحطت 40 توصية أساسية و9 خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. أهم سلاح عندهم هو القوائم، محددين القوائم ألوان. القائمة الرمادية الدول تحت المراقبة، القائمة السوداء دول مش متعاونة وده عقاب اقتصادي، البنوك العالمية بتوقف التعامل معاهم والاستثمارات بتهرب منهم. عشان كده أي دولة بتحاول تتفادى القوائم دي بأي شكل. طيب مصر فين من كل ده؟ مصر عضو في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عندنا قوانين قوية ووحدة خاصة بالبنك المركزي لمكافحة وغسل الأموال وكمان تمويل الإرهاب. لكن التحديات مستمرة خصوصا في التكنولوجيا والتعاون الدولي. لما تسمع كل الكلام ده هتقول يا عم وانا مالي، ده بعيد عني، لكن الحقيقة الأموال دي بتدخل في كل حاجة حواليك. لما عصابة تغسل فلوسها في العقارات أسعار الشقق بتولع والشاب العادي ما بيعرفش يشتري. لما الفلوس تدخل في التجارة التاجر الشريف ما بيقدرش ينافس أسعارهم لأنه بيكسب بطريقة مش نزيهة. حتى الوظائف، شركات كتير بتبقى مجرد واجهة لغسيل الأموال وده بيأثر على جودة العمل والأمان الوظيفي. وفي دول كتير غسيل الأموال بيغذي الفساد السياسي، الفلوس المغسولة بتمول حملات انتخابية كاملة، رشاوي وصفقات من تحت الترابيزة، والنتيجة قوانين في صالح العصابات مش الشعب. غسيل الأموال مش مجرد جريمة مالية، ده نزيف صامت لاقتصاد العالم. فلوس بتدخل السوق وهي شايلة وراها دم ودموع، بتتحول لمشاريع، لشركات، لعقارات،
واحنا بنتعامل معاها كل يوم من غير ما نحس. السؤال اللي لازم نفكر فيه، لو الاقتصاد النظيف بيكبر بالجهد والاقتصاد القذر بيكبر بالدم، احنا ماشيين على طريق انهي واحد فيهم؟ انا اسلام السيد ودي شفرة اقتصادية.